بيراميدز بيتصدر الدوري، لكن السؤال هنا هو فعلا فريق قوي ويستاهل ولا لا هي مجرد صدفة؟ هل يقدر يكمل قدام الاهلي ولا المنافسة هتبقى صعبة؟ في الفيديو ده هنحلل اخر ماتش البيراميدز قصاد طلائع الجيش، هنجاوب على كل الاسئلة دي كلها. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة عشان ما يفوتكش اي جديد. نوصل الفيديو ده ل50 لايك ومستني رأيكم في الكومنتات. عشان كده انا ما رضيتش اضربه والله، يعني مراعاة لمشاعركم الرقيقه دي. ما علينا، اللي انا عايزه اقوله حاجه مهمه جدا. ابوس ايدك يا بنت شغلني. ليه بس؟ ابوس ايدك ابوس. تشكيل بيراميدز بيوريك الشراسة الهجومية اللي نازل بيها يوريتشيتش مدرب بيراميدز، بيقول فيها انه فعلا مش بياب حد، نازل بواحد بس على الدايرة اللي هو مهند لاشين. طب وخير وسيلة الدفاع اكيد هي الهجوم. بيراميدز بيعتمد اعتماد كبير على الضغط العالي عشان حرفيا ما يخليش المنافس قادر ان هو ياخد نفسه تماما. لو بصينا في اللقطة دي هنلاقي بيراميدز ضاغط ب7 لعيبة على طلائع الجيش. طب بص معايا كده، بص وكبر مين مكمل في الدايرة. احمد عاطف قطة متوسط ميدان نادي بيراميدز، هو اللي مكمل جوه في ال18 وعامل الزياده العدديه. نكمل مع بعض باقي الهجمه ونشوف ايه اللي هيحصل. مين هيقطع الكوره؟ برضو احمد عاطف قطه. ليه؟ لان هو كان عامل الزياده العدديه وقدر ان هو لما يحتاجوا موقف الضغط قدر ان هو يكون موجود ويمارس الضغط العالي على لعيبه طلائع الجيش، يقطع الكوره تتحول لهجمه خطيره لبيراميدز. وزي ما انتم شايفين ابراهيم عادل عالمي بس تألق حارس المرمى. طب نيجي للمحور الثاني، متخصص في افتكاك الكرة مهند لاشين. لما الكرة تكون مع نادي طلائع الجيش كرة زايدين بيها، هل هيديك فرصة؟ لا طبعا. هتلاقي مهند لاشين هجم على اللعيب، خد منه الكرة بكل سهولة وبقت هجمة برضو من تاني لنادي بيراميدز. طب ما تيجي نشوف ازاي حصل التحول ده. ما بصراحة انا لو عندي مرعب ابن مرعبة زي ده انا هخاف منه. طب ما تيجي اوريك ايه اللي بيحصل. رمضان صبحي الجناح بتاع بيراميدز هو اللي راجع يدافع في الربع الاول من خط نص نادي بيراميدز. بص مين؟ رمضان هو اللي بيطلع الكوره ويبدا هجمه لنادي بيراميدز. وده بيبين لك قد ايه المدرب ده قدر يشرف معظم لاعيبته. طب عايز اخد رايك بقى عزيزي المشاهد في اللقطه دي. هنا 3 من لعيبه بيراميدز قادرين ان هم يخلقوا الضغط ويخنقوا لعيب طلائع الجيش عشان ياخدوا منه الكوره بكل سهوله ويبتدوا هجمه خطيره ومن اخطر هجمات الماتش. هتروح الكوره لفيستو مايلي اللي يعمل هجمه ناحيه الشيبي، يعمل اخطر رفعه والجون كان فاضي بس للاسف الهجمه ضاعت. وده بيبين لك قد ايه شراسة بيراميدز. طب في المرتدات اللي بيخلقها رمضان صبحي وتروح عند ابراهيم عادل اللي برضو الفينش بتاعه رهيب. طب انا ازاي هطلع بالكوره؟ هطلع بالكوره من تحت ضغط، حتى لو ضغط عليا 4 لعيبه من نادي طلائع الجيش هطلع بالكوره بسهوله جدا عن طريق مفاتيح لعبي اللي مكونه من مين؟ مكونه من ناس كتير جدا. طب قول لي كده، بتعرف تعد لحد كام؟ محمد حمدي باك شمال نادي بيراميدز، ابراهيم عادل الجناح الايسر لنادي بيراميدز، قطة، وكمان رمضان صبحي، وعندك مصطفى فتحي، وتعالى لي بقى لاعظم مفتاح لعب فيهم محمد الشيبي. محمد الشيبي بجدارة احسن باك يمين في مصر السنه دي، يقدر يعمل لك كي باص زي ده لفيستو مايلي اللي يعمل احلى اسيست لابراهيم عادل. طيب لو اتاخرنا بجون وطلائع الجيش اتعادل معانا، ده يعتبر تاخر، هلاقي المجنون ده عمال يزعق فيا. وطبعا طبعا انا لو مكانهم هترعب بصراحه. بيراميدز بيستغل مش الفرصه، بيستغل النص فرصه من رمي التماس. يا جماعه تقدر الكوره توصل للباك الشمال اللي مكمل ومتواجد في منطقة 18 الخصم. اصل الدقيقة كام؟ الدقيقة 95، فلازم اجيب الجون، يعني لازم اجيب الجون. فده اللي يبين لك قد ايه الاختلاف في شخصية بيراميدز اللي يخليهم متفوقين وبفرق شاسع عن اقرب المنافسين. صراحة بيراميدز في حتة تانية السنة دي، بس اتمنى الوضع ده ما يستمرش كتير. ولأول مرة اقولها الاهلي قادم.